النهارده. برضه نتيجه برضه يا خبر. ضعف عام نتيجه الاكل القليل. انا يا ريتني فعمل اقدر جروح برضه اوصل سرطاني. لحضراتكم شكل العلامات والاذى على ظهر الحصان عامله ازاي. يا ريتكم معايا تشوفوا كميه هذا الاذى الذي لا يرضي الله ورسوله. برضه نتيجه في مخدتين بيتحطوا من الطقم. اه. المخدات دي المفروض بتبقى سفنج حاجات منها. لو مش مظبوطه فيها مسمار فيها حاجه بتعمل الجروح دي في الشكل. بس طبعا ضعف عام يعني العضلات بارزه. طبعا. اصلا في جوده معينه في الحصان المصري حتى البلدي يعني كويسه، بس هو المشكله ان هو ما بياكلش كويس. فلازم عشان ما يبقاش في جروح ما فيش اصابات لازم يبقى في كتله عضليه وكتله دهنيه مغطيه الجسم كله. دي بنتيجه الاكل الكويس. لو الاكل قل شويه يبدا بقى حضرتك تشوفي بقى الجروح الخفيفه دي والاصابات ويبقى الحصان ما بقاش قادر بقى يشد ويبدا يرقد. العصبين بينزل حتى لما باجي اعالج ما بلحقش اعالج ده كله خلال ساعتين ثلاثه. يعني ما بيلحقش الحصان برضه ما بيستجيبش لان هي عناصر مفقده كتير خلال